طلاب يا حبايبي سنة رابعة ابتدائي في كل مكان في مصر، من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. أهلا وسهلا بيك يا صديقي يا صغير يا دكتور المستقبل في مراجعة مفهوم الثالث. النهارده المفهوم بتاعنا حلو قوي قوي قوي، مراجعة حلوة قوي مختصرة إن شاء الله، مش هطول عليك. المراجعة بتاعت النهارده أو الدرس أو المفهوم بتاع النهارده بيتكلم على مصادر الطاقة المتجددة زي الرياح والمية والشمس. هيكلمنا على السدود، الألواح الشمسية والسخانات الشمسية وأهمية الطاقة الشمسية والطواحين الهوائية والطواحين المائية والتوربينات الهوائية والكلام ده كله. تعال نشوف الوحدة بتاعتنا أو المفهوم بتاعنا بيتكلم عن إيه. تعال نشوف الأسئلة بتاعتنا، وما تنساش تطبع الملزمة اللي موجودة عندك في الديسكريبشن في الفيديو وتحل ورايا. وما تنساش كمان في منتصف الفيديو إن شاء الله أو في نفس الفيديو هقول لك على سؤال وما تنساش تجاوب عليه عشان هيبقى لك مكافأة في أول كومنت. طيب اختر الإجابة الصحيحة. يعتبر نقط مصدرا متجددا للطاقة ويستخدم في توليد الكهرباء. طيب أنا عاوز مصدر طاقة متجدد يديني كهرباء. أولا أنا ما خدتش غير 3 مثل مصادر طاقة متجددة: شمس ورياح ومية. طب هواء وفحم ومية ولا هواء ومية؟ طبعا هواء ومية لأن دي أكتر إجابة صحيحة. تعد نقط إحدى الآلات التي استخدمت قديما لطحن الحبوب. الطحن الحبوب يا إما طواحين هوائية طواحين مائية، سدود طواحين هوائية، ألواح شمسية، مرايا مقعرة، طبعا الطواحين الهوائية. تستخدم نقط في تحويل الطاقة الضوئية إلى كهربية، من ضوء لكهرباء، وده خدناه في اللي هو المفهوم الأولاني لما كنا بنتكلم على الأجهزة والطاقة وقلنا الألواح الشمسية. طيب تستخدم التوربينات المائية في تحويل الطاقة نقط إلى طاقة نقط. طب التوربينات المائية اللي بيحركها مية، يعني تستخدم طاقة وتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. التوربينات المائية من حركية إلى كهربية. عندك حركية الكهربية، حركية حرارية، كهربية حركية، حركية ضوئية، طبعا هنا حركية الكهرباء. تستخدم توربينات الرياح في تحويل الطاقة الحركية. توربين الرياح اللي هي طواحين الهواء بتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. طيب تتسبب الطاقة نقط في حركة الهواء وهبوب الرياح على سطح الأرض. اللي بيسبب حركة الهواء نتيجة لاختلاف درجات الحرارة الطاقة الإشعاعية اللي جاية لك من الشمس، الطاقة الشمسية. التوربينات الهوائية الحديثة تختلف عن الطواحين الهوائية القديمة في إيه؟ بص يا سيدي، التوربينات الهوائية من ضمن مميزاتها إن الأذرع بتاعتها بتكون أطول شوية من الطواحين الهوائية. طيب هنا عدد الطواحين أو عدد الأذرع بتاعها أقل. هنا ما فيهاش فتحات إنما هنا فيها فتحات. طيب الطول ولا عدد الأذرع ولا فتحات الموجودة على الأذرع ولا جميع مصابك؟ طبعا جميع مصابك. وزي ما قلت لك هنا طويلة هنا قصيرة، هنا فيهاش فتحات هنا فيها فتحات. هنا طبعا عدد الأذرع أقل من هنا. طيب أي من صور الطاقة التالية لا نحصل عليه بصورة مباشرة من الشمس؟ يعني الشمس مش هتديهوني بشكل مباشر. طاقة حرارية بتديني حرارة وبتديني ضوء وبتديني إشعاع، ما بتدينيش حركة بشكل مباشر. تعمل نقط على تجميع أشعة الشمس لتسخين الأواني المعدنية وطهي الطعام بداخلها. طبعا المرايا المقعرة، يعني كان من ضمن استخدامات اللي هي الطاقة الشمسية إن أنا بدفي المنازل من خلال النوافذ الكبيرة الزجاجية، يا إما بسخن أو بطهي الطعام عن طريق اللي هي المرايا المقعرة، لأن المرايا المقعرة بتجمع الشمس فبتركز الشمس في حتة معينة فبترفع درجة الحرارة. يا إما السخانات الشمسية اللي بتتكون من أنابيب سوداء واللي بتمتص ضوء الشمس وتحوله حرارة وبسخن بيه المية. يا إما زراعة اللي هي المحاصيل الشتوية في الصيف اللي هي الصوب الزجاجية. هنا عاوز طبعا طهي الطعام. طهي الطعام ده كان عن طريق المرايا المقعرة. طيب رقم 10، تحتوي الطواحين الهوائية القديمة على عدد كبير من الأذرع وذلك ليه تقليل مساحة التقاط الهواء. أنا بكتر عدد الأذرع بحيث إني أكبر كمية من الهواء تخبط فيا. زيادة مساحة التقاط الرياح، أزود المساحة اللي هتخبط فيها الرياح بحيث تدور بسرعة. أثناء سقوط مياه الأنهار لأسفل فإن طاقة وضع الجاذبية المتخزنة في المياه تتحول إلى طاقة إيه؟ حركة. تتحول لطاقة حركة كبيرة جدا، وهي ديت اللي بتحرك التوربينات والمولدات. الكهرباء الناتجة من النقط يطلق عليها الطاقة الكهرومائية، الطاقة الناتجة من السدود. طيب رقم 13، أي الوسائل التالية يستخدمها الفلاح في زراعة المحاصيل الصيفية خلال فصل الشتاء؟ الصوبة الزجاجية. الصوبة الزجاجية دي بتشتغل ازاي؟ دي بتاخد اللي هي ضوء الشمس والطاقة الإشعاعية وبتخزنها جوه وبتحبسها في صورة حرارة، وبالتالي أقدر أزرع المحاصيل اللي محتاجة دفء في الشتاء. من عيوب طاقة الرياح إنها غير متجددة. لا هي متجددة بس مشكلتها في حاجة، إن ممكن في يوم من الأيام يكون الجو كاتمة ما بتهبش رياح،
يبقى ملوثه للبيئه غير ملوثه للبيئه، لا تهب احيانا، ومن دي من ضمن العيوب اللي احنا بنستخدم فيها الميه والرياح. تشترك التوربينات الرياح والميه في استخدام الطاقه نقط لانتاج الكهرباء. طبعا الطاقه الحراريه ولا الصوتيه ولا الحركيه ولا الضوئيه؟ طبعا الطاقه الحركيه، لان الميه والرياح هي اللي هتدور او هتخلي التوربينات المائيه والرياح اللي هتلف. كل ما يلي يستخدم لتوليد كهرباء من مصادر الطاقه المتجدده ما عدا، خلي بالك هيوديني كهرباء ما عدا المرايا المقعره، التوربينات المولدات الالواح الشمسيه. طبعا المرايا المقعره كانت بتديني حراره عشان اسخن بيه الاكل واطهي بيه الطعام. اكمل العبارات الاتيه: تتكون الالواح الشمسيه من نقط شمسيه. الالواح الشمسيه كانت بتتكون من عدد كبير من الخلايا الصغيره الشمسيه. يمكن وضع الواح مصنوعه من نقط فوق سطح المنزل لتسخين الميه. كان بتوضع الواح من السخانات الشمسيه، تسخين ميه، سخانات شمسيه فيها انابيب سوداء. طيب عدد اذرع التوربينات الهوائيه الحديثه. كان عدد الاذرع بيكون في التوربينات الهوائيه الحديثه اقل من الطواحين الهوائيه القديمه، يعني الطواحين الهوائيه القديمه كان فيها 4، انما الحديثه بيبقى فيها 3. 4 يعتبر نقط من مصادر الطاقه المتجدده. مصادر الطاقه المتجدده فحم ولا ميه؟ لا ميه. طيب من مزايا استخدام الطواحين الهوائيه والمائيه انها نقط التكلفه. طبعا بتكون منخفضه التكلفه شويه. طيب مخرجات الطاقة في الألواح الشمسية هي الطاقة. مخرجات الألواح الشمسية كانت بتديني إيه؟ بتديني كهرباء. طيب 7 إحدى عيوب طاقة الرياح. طاقة الرياح إنها لا تهب أحيانا. طيب تعالى لي السؤال رقم 8: يتم توليد الطاقة الكهرومائية من المية. التوربينات الهوائية الحديثة نقط من التوربينات الهوائية القديمة. هل أطول ولا أقصر؟ لا، التوربين بيكون أطول، أو اللي هي الأذرع بتاعتها بتكون أطول شوية. مخرجات التوربينات المائية هي الطاقة الإشعاعية ولا الكهربية؟ طبعا التوربينات، أي توربين مائي أو رياح بيطلع لي كهرباء. يفضل وضع التوربينات الرياح في الاماكن نقط للرياح، طبعا اللي بيكون عاصفه بالرياح بحيث تحرك لي الاذرع بشكل كبير وتديني طاقه كبيره. تستخدم نقط في تحويل طاقه الرياح الى طاقه كهربيه. طاقه الرياح لطاقه كهربيه اللي هي التوربينات الهوائيه. طيب ضع علامه صح او غلط امام العبارات الاتيه. تختزن المياه اعلى السدود طاقه حركه؟ لا، السد لما بيجي يحجز الميه مش بيخزن طاقه حركه، هو بيخزن طاقه وضع. 2 تحتوي شفرات الطواحين الهوائية القديمة والتوربينات الحديثة على فتحات. بص يا سيدي، شفرات الطواحين الهوائية القديمة والتوربينات الحديثة فيها فتحات، القديمة فيها لكن الحديثة لا، يبقى الكلام ده غلط. طيب بعد كده عندك السؤال رقم 3: من استخدامات الطاقة الشمسية تدفئة المنازل بواسطة النوافذ الخشبية؟ لا، بواسطة النوافذ الزجاجية الكبيرة. الطاقة الناتجة من مولدات التوربينات المائية تسمى الطاقة الكهرومائية؟ لأن طبعا جاية من المية. تتكون الألواح الشمسية من كثير من الخلايا النباتية؟ لا، مش خلايا نباتية، من خلايا شمسية. طيب تستخدم المرايا المقعرة في تجميع الأشعة الشمسية، ومنها طبعا بتولد حرارة وبسخن بيها الأكل أو بطهي بيها الطعام. تساعدنا الألواح الشمسية على تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء؟ بتاخد ضوء الشمس وتحوله لكهرباء. الطواحين الهوائية تقوم بعملها طوال الوقت لأن الرياح تهب دائما؟ لا، من ضمن المساوئ إن الرياح لا تهب أحيانا، وبالتالي طبعا يعني بيكون الجو كاتمة ولا حاجة فالتوربينات ما بتلفش. يساعد بناء السدود على المجاري المائية في توليد الطاقة الكهرومائية. يساعد بناء السدود على المجاري المائية في توليد الطاقة الكهرومائية. السؤال أول واحد هيجيبه لي في الكومنت هيبقى ليه مكافأة مالية. ايه هي سلسلة صور الطاقة الناتجة من السدود؟ سلسلة صور الطاقة الناتجة من السدود. طيب تستخدم توربينات الرياح طاقة وضع الجاذبية عند تشغيلها. ما تنساش طبعا تجاوب على السؤال ده في أول كومنت، أول واحد هيجاوب في أول كومنت هياخد الجائزة. تستخدم توربينات الرياح طاقة وضع الجاذبية عند تشغيلها. طبعا مش طاقة وضع الجاذبية، طاقة وضع الجاذبية كانت في الطواحين أو في اللي هي التوربينات المائية في السدود مش في الرياح. الماء من مصادر الطاقة المتجددة؟
توضع الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل لتمدها بالكهرباء. صح. طيب الطاقة الشمسية يتم استهلاكها بمعدل أسرع من تكوينها؟ لا، لأن من ضمن المصادر المتجددة بتتكون بسرعة. يمكن تسخين المياه من خلال مرورها في أنابيب لونها أسود، اللي هي السخانات الشمسية. بعد كده بيقول لك اكتب المصطلح العلمي مصادر طاقة تتجدد باستمرار بمعدل أسرع من استهلاكنا له. طبعا اللي هي مصادر الطاقة المتجددة. رقم 2 الطاقة الناتجة من السدود، الطاقة الكهرومائية اللي هي كهرباء جاية من المية. رقم 3 ألواح مصممة لامتصاص الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، طبعا الألواح الشمسية. رقم 4 بناء على النهر يتحكم في تدفق الماء لتوليد الكهرباء، طبعا السدود. رقم 5 طاقة تختزنها الأنهار أعلى المنحدرات، طبعا دي طاقة الوضع. طاقة الوضع ديت اللي هي بتخزنها طبعا المية نتيجة حجزها وراء السدود. الطاقة الناتجة من التوربينات الهوائية الحديثة ويتم نقلها عبر أسلاك المنازل، طبعا أنت لو ما تعرفش حاجة يعني أسلاك المنازل هيبقى فيها كهرباء، يبقى الطاقة الكهربية. الطاقة الكهربية. رقم 7 جزء من محطات الطاقة الكهربية يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. من شوية أو من الفيديوهات اللي فاتت قلنا إن التوربينات بتبقى متصلة بمولدات الكهرباء هي اللي بتحول طاقة حركية إلى طاقة كهربائية. يبقى المولدات الكهربية. أكمل العبارات الآتية. يستخدم نقط في طهي الطعام. طهي الطعام ده كنا بنستخدم فيها المرايا المقعرة. مرايا المقعرة في طهي الطعام، بينما يستخدم نقط في توليد الطاقة كهرباء، وكلاهما يعتمد على الطاقة الشمسية، بينما يستخدم الألواح الشمسية. طيب يطلق على الأشعة الصادرة من الشمس اسم الطاقة الإشعاعية. أشعة الشمس إشعاعية. طيب عندما تدور التوربينات الهوائية تتحول الطاقة نقط تدور يعني حركة، يبقى تتحول الطاقة الحركية يا فتح دماغك معايا كده كتكوت يا صغير إلى طاقة كهربية. طيب يمكن زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى مناخ دافئ داخل الصوبة الزجاجية. الصوبة الزجاجية دي يا أولاد عبارة عن بيت إزاز بيكون محوط حتة أو أرض زراعية. الأرض الزراعية ديت بنزرع فيها المحاصيل. طبعا البيت الزجاجي ده بيحبس الحرارة، فبتلاقي درجة الحرارة جوه عالية، فأقدر أزرع محاصيل محتاجة دفء في أثناء الشتاء. ينتج كل من الرياح والمية طاقة نقط تستخدم لتدوير التوربينات لتوليد الطاقة نقط. طبعا طاقة حركية التي تستخدم لتدوير التوربينات لتوليد الطاقة الكهربية. طيب تحول الألواح الشمسية الطاقة نقط إلى طاقة نقط. تحول الألواح الشمسية الطاقة الضوئية أو اللي هي الإشعاعية إلى طاقة كهربية. طيب تعتبر الطاقة الداخلة في السخان الشمسي هي الطاقة الشمسية أو الطاقة الضوئية، بينما الطاقة الناتجة الطاقة الحرارية. طيب بعض الطواحين تستخدم طاقة نقط وبعضها يستخدم طاقة نقط لكي تعمل. في عندي طواحين مائية وطواحين هوائية، يبقى طاقة الرياح وطاقة المية. تختزن مياه الأنهار أعلى السدود طاقة وضع جاذبية. وضع جاذبية. علل لما يأتي. التوربينات والمولدات لها دور هام عند بناء السدود لأنها تحول الطاقة الحركية، لأن المولدات دي هتتحرك نتيجة نزول المية، تحول لطاقة من حركية إلى كهربية. طيب تستخدم المرايا المقعرة في طهي الطعام بالطاقة الشمسية لأنها تجمع ضوء الشمس
لأنها تجمع ضوء الشمس مولدة حرارة. طيب أهمية الصوبة الزجاجية في مجال الزراعة، زراعة اللي هي المحاصيل الصيفية أثناء الشتاء، زراعة المحاصيل الصيفية أثناء الشتاء. ماذا يحدث عند تحرك الرياح شفرات التوربينات الهوائية؟ لما الرياح تحرك شفرات التوربينات الهوائية بتتحول الطاقة في المولدات، تتحول الطاقة في المولدات من حركية إلى كهربية. المولدات هتتحرك تديك في الآخر كهرباء. طبعا تقل طاقة حركة تدوير التوربينات الهوائية، لو طاقة الحركة قلت يبقى هيقل إنتاج الكهرباء، يقل إنتاج الكهرباء. رقم 3 بيقول لك هنا تمر المياه في انابيب سوداء موضوعه على اسطح المنازل. الانابيب السوداء دي اللي هي السخانات الشمسيه، ودي كانت فائدتها تسخين الميه بفعل اشعه الشمس. يبقى هنا تسخين الماء. تدخل اشعه الشمس الى الصوبه الزجاجيه، طبعا هنا بتتحول الى حراره، تتحول الى حراره. يتوقف بناء السدود، يتوقف بناء السدود، لا يتم إنتاج كهرباء، لا يتم إنتاج طاقة كهرومائية. اذكر أهمية السدود. أهمية السدود إنتاج الطاقة الكهرومائية، إنتاج الطاقة الكهرومائية، ان انا بنتج الكهرباء من الميه. الصوبة الزراعية، زراعة اللي هي المحاصيل الصيفية اللي محتاجة دفء اثناء الشتاء. طيب الطواحين الهوائية والمائية قديما، طبعا دي كانوا بنستخدمها في ايه؟ طحن الحبوب اللي هي الغلة والحصول على الدقيق. يجي يطحنوا بيها اللي هي الغله والحبوب، وفي الاخر بتطلع دي. المرايه المقعره في الموقد الشمسي طبعا طهي الطعام. طبعا بتجمع اشعه الشمس فبتولد حراره وطهي الطعام. التوربينات الهوائيه الحديثه انتاج الكهرباء. تعالى للسخانات الشمسيه، تسخين الميه. تسخين الميه فوق اسطح المنازل، عاوز تقول تسخين الماء ماشي مفيش مشكله. الالواح الشمسيه انتاج الكهرباء. كلمه ورد غطاها، ما تكبرش على نفسك اللي هي الاجابه، بس اهم حاجه تكون اجابتك في الصميم. طيب بعد كده بيقول لي ادرس الاشكال التاليه ثم اجب. طبعا ديت اللي هي توربينات هوائيه. ما اسم هذا الجهاز ده؟ توربينات هوائيه. طيب اذكر اهميته. اهميه التوربينات الهوائيه انتاج الكهرباء، انتاج اللي هي الكهرباء من خلال الرياح. طيب ما تحولات الطاقه الحادثه عند تشغيله؟ بص يا سيدي، بيحول الطاقه الحركيه اللي هي في المولدات الناتجه من اللي هي الرياح الى طاقه كهربيه. كله ده فين؟ في المولد. طيب بعد كده بيقول لك انظر للشكل الثاني. معايا شكل ثاني، ده طبعا اللي هي سخان شمسي، يمثل هذا الشكل طبعا سخانا شمسيا. طيب يتكون هذا الشكل من الواح مصنوعه من طبعا هنا انابيب سوداء. مخرجات الطاقه الناتجه من هذا الشكل، مخرجات الطاقه ده سخان هيديني طاقه حراريه عشان اسخن بيه الميه. تعالى ليه الشكل اللي بعد كده الثالث. بيقول لي هنا ما الطاقة التي تختزنها المياه خلف السد؟ طبعا ده سد، المية اللي ورا السد بتختزن طاقة وضع جاذبية، طاقة وضع جاذبية. طيب ما اسم الطاقة الناتجة من السد؟ الطاقة الكهرومائية. محدش ينسى السد طاقة كهرومائية.
اذكر تحولات الطاقة عند اندفاع الماء لأسفل. بص يا سيدي، طاقة الوضع في المية هتتحول لطاقة حركة، وطاقة الحركة ديت في المولدات تتحول لطاقة كهربية، يبقى وضع فوق حركة كهربية. طيب انظر إلى الشكل المقابل ثم أكمل. يمثل هذا الشكل، طبعا دي صوبة زجاجية، صوبة زجاجية أو صوبة زراعية زجاجية. يستخدم هذا الشكل في زراعة المحاصيل الصيفية أثناء الشتاء، لأن بتوفر الدفء أو الدفء. يعتمد هذا الشكل على الطاقة نقط لأداء وظيفته، الطاقة الشمسية، من ضمن استخدامات الطاقة الشمسية. تعالى ليه السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ اذكر مميزات وعيوب السدود. طب مميزات السدود ايه؟ رقم 1 التحكم في تدفق المية. رقم 2 إنتاج الطاقة الكهرومائية، إنتاج الطاقة الكهرومائية. السدود بتتحكم في تدفق المية، لأن طبعا السدود دي بيمنع حدوث الفيضانات. يعني زمان قبل السد العالي عندنا كان بيحصل فيضانات، إنما دلوقتي ما بيحصلش فيضان. كمان هتديك كهرباء. من عيوب السدود بقى، عيوب السدود رقم 1 تغيير مجرى ومسار الأنهار. لما انت تيجي تبني سد كده، انت هتغير مسار النهر. رقم 2 ان ده بيؤدي الى انقراض بعض انواع الاسماك، لان انت بتعمل غرق للمناطق، ممكن وارد تعمل غرق للمناطق اللي هي عايشه فيها الاسماك دي. اذكر مكونات الالواح الشمسيه. الالواح الشمسيه بتتكون من خلايا شمسيه. طيب دي اهميتها ايه؟ تحول الطاقه الشمسيه الى كهرباء او انتاج الكهرباء. اذكر عيوب طاقه الرياح. عيوب طاقه الرياح ان الرياح قد لا تهب احيانا، يعني من الاخر ده عباره عن مصدر غير مضمون. طيب اذكر 2 من مصادر الطاقه المتجدده. مصادر الطاقه المتجدده عندك يا سيدي رياح، وعندك ميه، وعندك الشمس. بكده نكون انهينا معاكم مراجعه اللي هي المفهوم الثالث. المفهوم الثالث كده يعتبر احنا عدينا نص المنهج او كده نص المنهج. اتمنى نكون افدنا حضراتكم واسعدناكم، وما تنساش تجاوب على السؤال ده. اول واحد هيجاوب على السؤال ده في اول كومنت هيكون ليه الجايزه. وما تنساش دايما وابدا طول ما انت مع مينا انت اكيد في دايمينا. اشوف وشكم بخير. سلام يا ابطال، سلام يا دكاتره المستقبل. اشوف وشكم بخير في فيديو جديد. سلام.